السلام عليكم. طيب أنا النهاردة جاي أتكلم الحقيقة عن مشكلة بتقابل الناس كتير جدًا، وهي بتحاول تتعلم اللغة الإنجليزية، وهي إن هي يعني بُص، أنت بتمشي لوحدها أصلًا عشان تذاكر اللغة الإنجليزية وشغّالة كويس جدًا، لكن بيكون عنده كده اقتناع وهو إن هو لو أخد كورس إنجليزي وسجّل ودفع فلوس، هو خلاص كده بقى هيتقن اللغة الإنجليزية بدون أي مشاكل. لكن الحقيقة أنا عايز أعرّفك بس أنت أصلًا بتدفع الفلوس ديّة ليه؟ أنت بتدفع الفلوس ديّة عشان يعني حاجة واحدة بس، وهي فكرة إنّك تكون ملتزم، مش مجرّد بس إن هو الموضوع الكورس بتاع اللغة الإنجليزية ده هو اللي هيوصّلك، الكورس مهمًا وصلت قيمته مش هيكون عليه غير 30% بس، الباقي عليك أنت. يعني أنت دلوقتي هتكون موجود في session مثلًا، هتكون موجود 2 sessions مثلًا، 2 session في الأسبوع أو 3 session في الأسبوع، فأنت بتتكلم مثلًا ساعتين أو 3 أو 4 ساعات أو 5 ساعات في الأسبوع، لكن أنت محتاج تشتغل ساعتين، 3، 4 ساعات يوميًا، فأنت بتتكلم إن هو أصلًا أنت بتعمله في يوم، في الcourse بتاخده في أسبوع كامل. فالفكرة أقصد من كل ده أو أنا بادّيك المثال ده، أنت بتذاكر مع نَفْسك يعتبر ما يقارب 20 ساعة مقابل مثلًا ال3 أو ال4 أو ال5 ساعات بتاع الcourse، فأنت المجهود يعني اللي أنا عايز أوصّله لك إن ال70% دي عليك أنت، فما تجيش تاخد الcourse ويكون في دماغك إن أنا خلاص كده بقى أنا كده هاتعلّم اللغة الإنجليزية وفي الcourse هيعلّموني كل حاجة، لأ في الcourse أنت بتاخد الcourse عشان تكون ملتزم بإنك مثلًا هتسمع حاجة معيّنة لحد آخر الأسبوع، إنك تلاقي حد practice معاه اللغة، يعني ده الcourse من الآخر. يعني أنا باشوف ناس بتكون جاية ودفعت فلوس، وفي ناس بتمشي فعلًا بعد ما تدفع فلوس مثلًا، بتكون فاكرة إن هي بس هتتقن اللغة مجرد ما تدفع الفلوس، طب أنت جاي أصلًا وبتدفع الفلوس ليه؟ ف يعني هي مشكلة كبيرة، الحقيقة يعني محتاج بس أوضّحها للناس، إن أنت لو التزمت بالcourse أو لو قررت إنك تاخد course يعني، وإحنا بندّي courses يعني بالمناسبة برضه، لو فكّرت إنك تعمل حاجة زي كده، يبقى لازم إنك تبقى عارف إنك بتاخد الcourse عشان تكون ملتزم بالcourse وملتزم بالtasks اللي أنت هتعملها، عشان في الآخر تحقق اللي أنت عاوز توصل له، يعني والمجهود الأكبر عليك أنت. يعني الteacher هو بس بيوجّهك، الباقي عليك أنت. أتمنى تكون الفكرة أو المفهوم ده يعني وصل للناس والناس تفكّر قبل ما تاخد كورس أصلًا، ولو حبّيت تاخد كورس يعني ممكن تتواصل معانا. فشكرًا ليكم.